مسرح المدرسة. أقامت مدرستنا حفلا كبيرا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في 18 من ديسمبر، وكان احتفالا عظيما، إذ بدأت مراسم الاحتفال بكتابة لافتات وعبارات تتحدث عن روعة لغتنا العربية وجمالها. ولدى دخولي أوضحت لنا المعلمة أننا سنمر ب4 مراحل حتى نتعرف أصالة لغتنا وتاريخها على مر الحضارات. في البداية كان هناك خطاط يكتب أسماءنا بمختلف الخطوط العربية ويشرح لنا تاريخ الكتابة وأصل الخطوط وأنواعها. وأهم ما ذكره أن الخط العربي سلك طريقه في رحلة طويلة، حيث نشأ نشأة عادية ثم سرعان ما تطور بتطور الحضارة إلى أن وصل لحد الإبداع. وحملت الخطوط العربية أسماء المدن والأشخاص أو الأقل، ومن أهمها النسخ والرقعة والكوفي والفارسي والديواني والثلث وغيرها الكثير. وطلبت منه أن يكتب اسمي بالخط الكوفي على لوحة لأعلقها على باب غرفتي. ثم انتقلنا للمحطة الثانية، وفيها مررنا برجل يحمل على كتفيه صندوقا يطلق عليه صندوق الفرجة، فتعجبنا منه فحكى لنا قصته قائلا: منذ سنوات طويلة اختفت مهنتي، فقد كنت أحمل على ظهري صندوقا خشبيا مستطيل الشكل يحوي عجائب الصور وغرائب القصص، وأسير به في الشارع وأردد عبارات شعبية طريفة. وقام هذا الرجل باستخدام الصندوق وروى لنا قصة من التراث من قصص كليلة ودمنة، وقمنا بالتقاط الصور معه، وانتقلنا بعدها إلى المسرح، وقد امتلأ بالعديد من الشعراء الذين قاموا بإلقاء الأشعار الفصيحة، وتهللت وجوه الجميع لفصاحتهم وأدائهم المميز. في الختام تحدث مدير المدرسة عن اللغة عامة واللغة العربية خاصة، وكان حقا حديثا شائقا. وأكثر ما لفت انتباهي في حديثه أنه قال إن اللغة بشكل عام وسيلة التواصل الأولى بين البشر، ومع تعدد الشعوب والأجناس والقبائل تعددت اللغات وأصبحت كل لغة تعبر عن ناطقيها وتشكل جزءا لا يتجزأ من تاريخهم وثقافتهم. فاللغة هي هوية الإنسان والشيء المعنوي الذي يدل على انتمائه وعرقه وثقافته.